على اذنك يابا كده. مساء العسل. باشا مصر فين؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير، وان شاء الله باذن الله ربنا يرزقكم ويبقى عندكم حمام الدنيا كله ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو موسم الفرخ اللي احنا فيه. ايه هو موسم الفرخ؟ موسم الفرخ يا جماعه في ناس كتيره جدا بتشتكي من موضوع الجدري اللي هو بيحصل معانا في فصل الصيف. بتلاقي حمام عندك فيه زي حبوب، الجدر ده اللي هي حبوب، ده منتشره جدا في فصل الصيف. وقلنا طبعا هو بيجي ليه، يعني احنا قلنا كذا حاجه هو بيجي بسببها، واساسي بيكون في فصل الصيف عشان خاطر درجه الحراره العاليه. وقلنا ازاي نقدر نتفاداه، او احنا ازاي نقدر ان احنا ما يجيلناش المرض دوت للطيور عندنا. نعمل ايه؟ طبعا في فيديو بالكلام دوت هسيبه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله، بالنسبه للاخوات الجداد اللي شرفونا في القناه وما شافوش الفيديوهات السابقه. طيب دلوقتي احنا في موسم فرخ، موسم انتاج، موسم خير، اللي هو فصل الشتاء. الحمام يا جماعه، الناس اللي كانت بتشتكي بتقول لي ان الحمام عندي ما بيبيضش، بقاله فتره مريح، الحمام عندي بقاله فتره الزغاليل الصغيره حجمها ضعيف، الحمام بقاله فتره بيبيض لبيضه واحده. الحاجات دي كلها بتبقى موجوده في فصل الصيف بكثره. عشان كده انا واحد من الناس بريح دماغي، بفدي الحمام من بعضه في فصل الصيف. يعني ايه بفدي الحمام؟ يعني بحط الذكر لوحده في عين والانثى لوحدها في عين، ومش بيطلقوا تاني الا في دخله الشتاء. يعني ابتداء من شهر 10 ان شاء الله باذن الله او اخر 9 ببدا الاقي الحمام، لان فصل الشتاء معروف ان هو الجو بيكون كويس ملائم جدا للحمام في الانتاج، مفيش فيه امراض كتيره، الا اذا لو انا ما حافظتش على حمامي من الساعه. لو الساعه جت عندي شديده بتموت لي صغار اللي هو فراخ الحمام اللي هي الصغيره، يعني لو انا ما عرفتش ازاي ان انا افاديها. طيب احنا ان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه هنقول ازاي نقدر نتحكم في الساعه في الشتاء، ان احنا ازاي نقدر نخلي بالنا من الحمام بتاعنا. نرجع طبعا لمرجوعنا وهو موسم الفرخ. يعني ايه موسم فرخ؟ انا عايز ابدا المشروع في الفصل دوت، وعايز اشتغل وعايز انتج وعايز يبقى عندي مشروع صغير هاكل من اولاده مثلا، او هبيع واسترزق منه. معانا ده ومعانا ده، خليكم معايا عشان اقول لكم ايه موسم الفرخ وازاي نبدا موسم الفرخ. يلا بينا. ازاي يعني؟ ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. للناس اللي ما تعرفش يعني ايه موسم فرخ، موسم فرخ يا جماعه اللي هو زياده الانتاج عندي. الحمام بيبدا يشتغل بقى الحمد لله رب العالمين، زي ما انتم شايفين مثلا معظم عندي الحمام الحمد لله ده راقد على بيض وده راقد على بيض، الجوز ده راقد على بيض، تحت في هنا حمام مثلا في سلكات تانية راقد على بيض في السلاكه اللي هي الخشب التانية، مفيش اي مشكله. ليه؟ بشاير، محدش يستعجل يا جماعه. الحمام اللي هو مش شغال عندك يعني حاليا خلاص، هو ده الموسم يبدا يعني بدا خلاص يشتغل ان شاء الله باذن الله. ممكن بعد اسبوع بعد 2 هتلاقي الانتاج اشتغل عندك. اهم حاجه ان انت تبقى عارف ان كل قص موجود عندي، القص يعني زوج، كل قص موجود عندي يكون ذكر وانثى. دي اهم خطوه في موسم الانتاج او موسم الفرخ، يعني كل حاجه عندي هنا يكون منها ذكر وانثى. طيب اعرف ازاي الذكر من الانثى؟ ان شاء الله باذن الله هسيب لكم فيديو للناس اللي هي جديده معانا في القناه مشرفونا في القناه. هسيب لكم فيديو في صندوق الوصف يعرفكم ازاي الذكر من الانثى باذن الله. في عجاله سريعه ممكن اقول لكم يعني حاجه سريعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا يا جماعه، دي ان شاء الله باذن الله انثى الحمام عندي اسمه قبل اخضر، ما شاء الله لونها جميل جدا، تمتاز طبعا باللون اللي هو السماوي، لون السما الفاتح ده، اللون الرايق ده. وبيبقى لها خدين، لازم الخدود تبقى اغمق درجه من الجسم، من لون الجسم بتاع الحمامه. التقليبات والكلام ده هنتكلم فيه برضه ان شاء الله باذن الله عن قريب يعني. المهم عفوا، بالنسبه بقى للاناث اعرف ازاي انها انثى او ذكر؟ في عجاله سريعه، وان شاء الله باذن الله الفيديو كده هيكون في صندوق الوصف. بنلاقي ان الانثى دماغها بتكون صغيره سيكه، يعني صغيره شويه تمام عن الذكر. وما بنيجي نفتح ريش الحمامه كده ببص للخوصه، الخوصه ديت او الجريده اللي هي طالع منها الريش، اللي هي الخط ده اللي طالع منه الريش بيكون رفيع. لما اكد كده عليه بتكون الجريده دي رفيعه مش تخينه تمام. وفي حاجه كمان بنبص عليها بس ما تبقاش 100%، ساعات بتكون موجوده في الذكور. بصوا يا جماعه، عند المخرج بتاع الانثى من تحت هنا في شوكتين، بحط ايدي بالراحه هنا كده بلاقي عظميتين مقابلين بعضيهم كده. في الانثى بتبقى مفتوحه شويه، في الذكر مقفولين لبعض هنا بالظبط. باجي احط ايدي هنا كده بعرف من الشوكتين. دي في عجاله سريعه معرفه الانثى من الذكر. طب نشوف على ذكر نفس النوع باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الذكر بتاع الانثى ديت، بصوا بقى الفرق
بصوا بصوا شرس اهو الذكر ده. الخدود برضو نفس الخدود، نفس اللون اللي هو زي ما قلنا اللون السماوي الرايق. بصوا بقى الدماغ هنا هتلاقوها كبيره عن دماغ الانثى. بصوا الدماغ قد ايه، بصوا الفرق. طيب نفتح هنا، لما بنفتح هنا بنبص بقى للجريد اللي احنا قلنا عليه. بصوا عين عرض، العرض قد ايه، بصوا الخوصه طالع منها الريش، الجريده اللي هي الطول دي طالع منها الريش، بصوا تلاقوها عريضه شويه. تمام، فدي حاجه بتميز لي برضو الذكر من الانثى. طيب نشوف الاثنين مع بعض عشان نشوف وجه المقارنه بالنسبه للشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمام ده يا جماعه حمام رعن. رعن ده يعني حمام البلق دولت عامه، ده نوع اسمه مبلق، بيبقى شقي يعني شديد الحركه، مش زي الحمام البلدي. بصوا فرق الدماغ من الدماغ، بصوا الدماغ دي من الدماغ دي، الذكر على يمين اهوت والنتيه على شمال اهي. بصوا على طول الذكر سبحان الله بيكون فارق عن الانثى بتاعته شويه. طيب دي حاجه احنا عرفنا منها ازاي اقدر افرق الذكر من الانثى في الحمام. طيب في ايه كمان بيساعدني ان انا ابدا موسم فرخ كويس؟ اللي بيساعدني ان ابدا موسم فرخ كويس لازم يكون الحمام مخلص ريش. يعني ايه مخلص ريش؟ الحمام يا جماعه بيتعرف له اعمار معينه، يعني بعرف ازاي اقدر عمر الحمامه، هي جاهزه للانتاج خلاص، الحمامه في سن البلوغ انها تنتج ولا لسه قدامها شهر او 2 أو 3. اعرف ازاي سن الحمامه؟ هسيب لكم برده صندوق في صندوق الوصف ان شاء الله الفيديو اللي انا بتكلم فيه ازاي اقدر اعرف عمر الحمام. يعني مش معقول اجيب حمامه عندها شهرين فأس عندي واجي احطها الذكر ومستني انها تبيض. هتبيض ازاي؟ عنقود البيض نفسه ما اكتملش، لسه ما بلغتش الانثى، والذكر نفسه ما يعرفش حاجه عن الحياه الزوجيه بتاعته خالص، لسه سنه صغير. طيب ايه اللي بيحصل فيه؟ اللي بيحصل فيه ان في حاجه اسمها ان الحمام ده لسه ما خلصش ريش او عليه ريش. ايه هو تخليص الريش؟ تخليص الريش ده يا جماعه انا بعد عمر الحمامه من عدد الريش بتاعها. في حمام في ريشه معينه انا بشوفها بيكون فيها انبوبه دم. انبوبه دم يعني الجراب نفسه اللي طالع منه الريش بيكون لسه ناتج او نابت صغير. مجرد ان هو كل سنه ما بيكبر لحد ما بيخلص لاخر ريشه، الريشه دي بتنشف، فبالتالي خلاص الريشه دي كده نشفت، عدى منها من عمر فرد الحمام في كبر سنه. يعني فرد الحمام مثلا وليكن عشان يكون جاهز للانتاج عندي مش اقل من 4-5 شهور من ساعه ما بيفقس من البيضه لحد ما يجي ينتج عندي تاني. طب انا اشتريت فرد حمام شاب من السوق ومش عارف اعرف ازاي؟ بعرف عن طريق عرض الريش. يعني انا هوريكم مثلا مثال بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه ده بسم الله الرحمن الرحيم ذكر احمر غزار، ذكر اسمه نوعه يعني احمر غزار. بصوا الوش بتاعه بالعظم، العظم اللي هو المنقار، بصوا بيبقى تخين ازاي، بصوا. طيب اعرف ازاي بقى الموضوع ده؟ بفرد ريش فرد الحمامه كده، بلاقي الجراب اللي هو فيه دم زي ايه، بصوا الريشه البيضه دي شايفينها مختلفه ازاي؟ بصوا بقى من تحت خالص بتبقى فيها زي انبوبه دم من تحت هنا لان لسه بتنتج. تمام، هتكبر وتبقى زي دول، فدي لما بتكبر الريشه اللي وراها بتقع وبيبدا يطلع نفس اللي بيطلع هنا بيطلع في اللي بعدها. كده بعد من بعد الريشه دي، يعني بسيب الريشه اللي هي الصغيره خالص اللي هي لسه بتنبت دي، بقول 1 2 3 4، فكده فرد الحمام ده لسه عليه 4 ريشات. الحمام دوت يا جماعه بيسقط في الشهر ريشتين، يعني كل 15 يوم بتسقط ريش. يعني ال4 ريشات دولت نقول قدامهم 15 و15 ادي 30 و15 و15 30، يعني شهرين عبال ما يبدا الحمام الذكر ده ينتج عندي، فابدا ان انا ادخل له الانثى بعد لما الريشه دي بتبقى في اخر ريشه. ودي من احسن الحاجات اللي اقدر اعملها، بيكون خلاص الذكر تم البلوغ الكامل ان هو جاهز للتزاوج. في ناس بتستعجل عليه ريشه عليه 2 ويبدا يدخله الانثى، مش مستحب. في حمام بيشتغل بس مش مستحب. ان شاء الله باذن الله في صندوق الوصف هسيب لك الرابط بتاع الفيديو ازاي اقدر اعرف عمر الحمام. لحد كده احنا كويسين. في حاجات تاني؟ في حاجات تاني. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ طيب ايه هي الحاجات التانية؟ ان انا لازم اكون مجهز للحمام التهيئة ليه، ان انا اهيئ له خلاص ان الحمامه عندي تشتغل في امان طبعا وتبقى كويسه، حجم البيضه بتاعتها يبقى كويس مش صغير، لان خلاص عايز ابدا اشتغل. اعمل ايه؟ لازم يا جماعه احط ايه؟ املاح للحمام ده، املاح معدنيه، واحط له تحديق. ايه هي التحديق؟ طاجن بيكون فيه مثلا بالكم، فيه فلارس، فيه قرطم، فيه كسر الطوب الابيض، كسر الطوب الاحمر، عارفين الفحم طبعا، حتت فحم صغيره جدا. الحاجات دي كلها انا بحطها له واقدمها له في طاجن. تمام؟ زي ايه مثلا؟ زي المنظر اللي انتم شايفينه ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا التحديق شكلها ايه، بصوا اهو
دي التحديق. الحمام بيبيض عليها، وقبل ما يبيض عليها بيفضل ينقر في الحاجات دي وياكل. الحاجات دي سبحان الله بتزيد من حجم البيضه ومن قوه صلابه البيضه. في ناس كده بتشتكي بتقول ان الحمام عندي بيبيض بيض بريشت، بيض رقيق جدا، طبعا ده قله كالسيوم او لحمه معدنيه، فبياكل الحاجات دي بتنزل قشره البيضه سميكه. يبقى انا عالجت حاجتين في حاجه واحده ان شاء الله باذن الله. بيبدا خلاص انا كده هيأت للحمام ده ظروفه ان هو يبدا ينتج عندي. زائد اهم حاجه طبعا لازم يكون عندي حجم العين دي واسعه، ما ينفعش اخلي العين ضيقه واحط فيها محضن اللي هو البياضه يعني واكاله ومسقه، يجي الذكر يعتري الانثى اثناء التكسير، المكان ضيق عليه تيجي البيض يطلع البيض فاضي. فلازم اهيئ له المساحه اللي انتم شايفينها دي على قد ما اقدر علشان الحمام عندي يقدر يتكاثر وينتج لي حمام باذن الله. طيب في حاجه بقى احنا ناسيينها، اهم حاجه النظافه. اهم حاجه عامل النظافه. يعني ايه عامل النظافه؟ يعني انا ما ينفعش يبقى عندي حشرات في المكان وعندي الجوز كده بايض والحمامه راقده في الطاجن وفي حشرات عماله تاكل في جسمها. فطبعا الحمامه طول ما واقفه عماله تتهرش كده تهرش كده تهرش كده، فعليت عن البيض او سابت البيض في الجو الساقع ده، البيض يبرد اترمى البيض وباظ وانا مش عارف ايه السبب. لازم يكون عندي نظافه دوريه كامله. تمام. بجيب حاجه اسمها بيبرازين، اللهم صل على سيدنا محمد. بجيب حاجه اسمها بيوتكس زي ما قلنا بيطري، وابدا ان انا احطها سنتي على لتر الميه في بخاخه وابخ الحمام عندي من تحت الريش بتاعه من تحت جناحه وكده، بحيث ان ما يكونش عندي حشرات. كده انا اهلت للحمام عيشته او الحاجه الكويسه ليه ان هو يقدر ينتج لي بدون اي معوقات. عرفت الذكر من الانثى، عرفت الحمام بلغ في السن ولا لسه يعني جاهز للتزاوج ولا لا، عرفت ان انا اقضي على الحشرات، عرفت ان انا اقدم له كالسيوم واملاح معدنيه. في ادويه كتيره احنا بنديها للحمام لو ظهر عندي مثلا حجم البيضه صغير مش كبيره، في مثلا حاجه بريشت البيض بينزل عندي بريشت، اقدر ازاي اديله حاجات. في مجموعه ادويه هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله في الحلقات اللي جايه باذن الله، ونقدر ان احنا نتكلم فيها باستفاضه. طبعا اهم حاجه في الشتاء يا جماعه اللي عنده طيار بحري يقفل الشباك البحري ما يخلوش مفتوح، لان الطيارات البارده اللي بتدخل على الحمام مشكله كبيره جدا، بتموت كتير من الحمام الصغير. ممكن الكبير يستحمل شويه انما الحمام الصغير بيموت. طيب اتحكم ازاي؟ اقفل الطيارات البحريه، اخلي لو في طيار قبلي عندي يعني شباك قبلي اسيبه مفتوح عادي يغير الجو بتاع الاوضه ان شاء الله باذن الله. في مشكله بتقابل الناس طبعا عارفينها وهي موت الحمام الصغير، بيجي ولد الحمام واكل كويس جدا والاهالي بياكلوا كويس بس اصبح الاقي الزغاليل ميته ليه؟ ده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه، ايه سبب موت صغار الحمام وازاي اقدر احافظ عليه وعن طريق ايه. كل الحاجه بنتكلم فيها ان شاء الله عن حاجات طبيعيه هنقدر نتحكم فيها. انتظروا ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي ازاي اقدر احمي الزغاليل الصغيره من الموت المفاجئ وايه هي الاسباب وازاي اقدر اعالج الكلام ده ان شاء الله باذن الله بينا وبيكم ومعاكم مكملين. ما تنسوش اللايك الجميل والكلمه الحلوه في التعليقات اللي بتشجعنا نقدم لكم كل ما هو جديد. نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الواد ده اكتشاف.